كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان كريم، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجعله شهر مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. في حد من الناس اللي بتتفرج عليا بعت لي رسالة وعايز يوصل رسالته للناس اللي بتتفرج علينا. الحد ده عايش معانا هنا في أمريكا، اسمه عبد الشافي، عنده 73 سنة، والراجل ده راجل محترم جدا وبتاع ربنا، وعرفته عن طريق المسجد وهو في نفس الوقت بيتفرج على الفيديوهات بتاعتنا. فبمناسبة إن النهاردة رمضان، كل سنة وانتم طيبين، عم عبد الشافي عايز يوصل رسالة للناس اللي بتتفرج علينا. فيلا بينا نسمع رسالة عم عبد الشافي ونشوف عم عبد الشافي عايز يقول ايه. عايزة توصف للناس فين البلد اللي تحس بيه برمضان، وتحس بيه بالصيام، وتحس بيه وانت بتفطر مع الأحباب، وتوصف للناس برضو فين المكان اللي وصلنا للمساجد. كل مسجد ملازق في مسجد، وتوصف للناس فين الأذان اللي احنا هنسمعوه، وتوصف للناس فين المسحرات، وفين صلاة الفجر، وفين التراويح، وفين التهجد. وتوصف للناس ان انت عايش في حتة ما فيهوش مسجد، ما فيش اذان ربنا طالع فيه. توصف لهم الحلو والوحش، ما توصف لهمش اللي بيوصل فيلادلفيا مع مش عارف مين، ومش عارف مين مع مش عارف مين. واوصف لهم المساجد محطوطة فين، واوصف لهم المساجد مع ان بيتك ما فيهوش ولا مسجد فيه تصلي فيه الفجر حاضر. اوعك تنسى ده يا عمر، زي ما بتوصف اللي بيربط ده بده، واللي يربطنا احنا بالمساجد ويربط قلبنا للإيمان وبالإسلام وبرمضان وطعمه ولمة الأحباب والفطار مع بعض. أقول لك سلام. طبعا كلنا سمعنا رسالة عم عبد الشافي واللي هو عايز يوصله لكل الناس اللي بتتفرج علينا ولكل واحد متغرب. فربنا يرجع كل متغرب لبلده، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. واللي عنده رسالة يحب يوجهها لعم عبد الشافي يقولها في الكومنتات، وعم عبد الشافي إن شاء الله يقرأ الكومنتات. وكل سنة وانتم طيبين.